السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الكيك كتجي رائعه خطيره يا البنات، بواحد الكريمه هائله وبمكونات اللي اقتصاديه متوفره في كل منزل. نقدروا نسميوها الكيكه ديال 5 ملاعق، بحيث ان هاد الكيكه هذه المكونات ديالها كلها بالعبار ديال 5 ديال المعالق. فشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه وكتجي كريميه البنات. فما نطولش عليكم، ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير. في واحد البول غادي نحتاجو جوج ديال البيضات يكونوا بحجم متوسط. الا عندكم بيضه من الحجم الكبير تقدروا تستخدموا غير بيضه. انا عاده كنستخدم بيضه في هاد الكيك هادي. اليوم كان عندي غير البيض اللي حجم متوسط، فاستخدمت جوج ديال البيضات من الحجم متوسط. غادي نضيف ليهم 5 ديال المعالق من سكر سنيده، العبار ديال كاس ديال العنبه قل جوج ديال المعالق، يعني في المجموع استخدمت هنا 5 ديال المعالق من سكر سنيده. فالعبارات البنات غادي نعطيهم لكم بالمعلقه باش هكا هاد الكيكه هذه تنجح معاكم. فكما كتشوفوا انا استخدمت 5 ديال المعالق من سكر سنيده. من بعد غادي نخلطوا هاد المكونات هادو حتى غادي يذوب لينا داك السكر مع البيض. ومن بعد غادي ناخذوا المعلقه كذلك وغادي نعبروا 5 ديال المعالق من زيت المائده. صافي هنا البنات، من بعد ما كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم غادي نضيفوا 5 ديال المعالق كبار من الحليب. ديما كنعبروا بالمعلقه الكبيره. صافي وكنخلطوا هاد المكونات هادو وغادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجوا كاس ديال العنبه يكون ما عامرش مزيان. المهم العبار ديال كاس ديال العنبه قل معلقه غادي يعطينا 5 ديال المعالق ديال الدقيق يكون خاص بالحلويات. وغادي نضيف لهم ايضا 3 ديال المعالق كبار من بودره الكاكاو المور. من بعد ما كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم غادي نضيفوا لهم في الاخر معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. ما ديروش ساشي كامله حيت لاجينواز ما بغيناش تجينا عاليه بزاف، حيت مازال غادي نضيفوا طبقات وحدين اخرين فوق الكيك. مباشره من بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا كنكونوا دهنين المول ديالنا بالزبده والدقيق اولا بالزيت والدقيق اولا مفرشين فيه ورق الطبخ اللي متوفر عندكم في المنزل. وكنصبوا الخليط ديالنا وكنحاولوا نوزعوه بهذه الطريقه هذه باش يجينا هكا بشكل متساوي. ومن بعد كندخلوا الفرن على درجه حراره اللي كتكون متوسطه لمده ديال 15 دقيقه حتى كنشوفوا لاجينواز ديالنا طابت. حنا لاجينواز ديالي من بعد ما طابت اولا طبقه ديال الكيك غادي ناخذوا واحد العود وكنبقاو كنديروا هاد الثقب هادو ولا الفرشات ولا اي حاجه عندكم في المنزل كنديروا هاد الثقب بحال هكا. ومن بعد غادي ندوزو باش نحضروا هاد الخليط هذا اللي غادي نضيفوه على هاد الطبقه هذه. هنا عندي الحليب يكون دافي، كاس ديال الحليب، وغادي نضيف لهم واحد الساشي اولا معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان. ومن بعد غادي نخلطهم مع بعضياتهم ونصبوهم مباشره فوق هاد الطبقه هذه حتى كتشرب لينا هاد الحليب هذا مع القهوه. فالنكهه ديال القهوه مع الشوكولا كتجي رائعه البنات، ديما متواتيه هاد النكهه هذه كتجي غزاله. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو 500 ملل من الحليب. غادي نضيفوا ليها 3 ديال المعالق كبار من النشا. صافي من بعد غادي نضيفوا معلقه صغيره من الفانيليا. تقدروا تضيفوا اما فانيليا سائله اولا سكر الفانيليا اللي متوفر عندكم في المنزل. وكنضيفوا الخليط ديالنا وكنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم. ضروري والحليب خاصو يكون بارد، ما كنوضعوش الكاسرول ديالنا على النار نهائيا باش هكا داك النعشه ما يتكتلش لينا. فكنبقاو نخلطوا بعضها هاد العناصر هادو حتى كيذوبوا لينا تماما في الحليب. صافي من بعد غادي نوضع هاد الكاسرونه هذه جانبا وندوز باش نحضروا الكراميل اللي غادي نحتاجو فيه نص كاس يكون ما عامرش ديال العنبه من سكر سنيده. غادي نوضعوه على نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيذوب لينا السكر. ضروري البنات نبقاو نخلطوا هاد السكر هذا حتى كيذوب لينا ويصبح القوام ديالو على شكل كراميل حتى كيذوبوا لينا الحبيبات ديال السكر كاملين. في البدايه غادي يبان لكم بلي السكر كيبقى يتجمع معكم كما كتشوفوا كيولي محجر، ولكن من بعد ملي كنبقاو نحركوا صافي كيذوب ما كيبقاش نهائيا دوك الحبيبات ديال السكر في هاد الكراميل هذا.
والنصيحه اللي غادي نقدر نعطيكم، ضروري البنات ملي نخدموا الكراميل ديالنا خاص تكون النار مهيله باش هكا ما تحرقوش لكم الجوانب، ولا صوص كراميل ديالكم ما تجيش فيها نسمه ديال الحرق. صافي من بعد ما كيذوب لينا السكر سنيده، غادي ناخذوا القياس ديال 2 معالق كبار من الزبده كنضيفوه مباشره لهاد لاصوص كراميل وكنبقاو كنخلطوا. صافي من بعد ما كنخلطوا الزبده مع السكر غادي نضيفوا واحد العلبه ديال الياغورت ديال الشوكولا، كنفرغوها مباشره على هذا الخليط هذا، هو مازال على نار اللي كتكون متوسطه. صافي وكنبقاو كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون عاقد كريمي، وكتجي هاد لاصوص كتجي خطيره يا البنات. تقدروا تحضروها ماشي غير لهاد الحلوه هادي او لهاد الكيك هادي، تقدروا تحضروها حتى للزين ديال لي صابلي، فكتجي رائعه وكتجي لذيذه. صافي هنا لاصوص ديالنا من بعد ما صبحت جاهزه، غادي ناخذوا الكاسرونه ديال الحليب اللي حضرنا في البدايه وغادي نوضعوها كذلك على نار اللي كتكون متوسطه، وغادي نصبوا ليها مباشره هاد لاصوص كراميل اللي حضرنا وهي سخونه. ضروري ما تخليوش لاصوص ديالكم حتى كتبرد. مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون عاقد. ضروري البنات نبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده وكيصبح القوام ديالها بهذا الشكل هذا. ملي كنشوفوا الفقاعات ولا كيطلعوا لينا في هذه الكريمه صافي كنطفيو البوطه ديالنا وصافي. هذه هي لاكريم ديالنا، حقيقه كتجي لذيذه يا البنات خطيره. هنا غادي نضيف ليها 3 ديال القطع من الشوكولاته السوداء. تقدروا تستغنوا على هذه المرحله هذه الا ما توفرش عندكم النوع ديال الشوكولاته يكون النوع الجيد، يعني الشوكولاته اللي كتكون سوداء. صافي من بعد ما كنخلطوها كتذوب لينا في هذا الخليط، فالكريم ديالنا كتصبح بهذا الشكل هذا، كتجي لذيذه يا البنات غزاله. انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. كنصبوها مباشره في المول من بعد ما كيكون داك الحليب تشرب لينا في لاجينواز ديالنا، وكندخلوها للثلاجه لمده ديال ساعه حتى ساعه ونص على الاقل حتى كنشوفوا هاد الطبقه هذه ديالنا بردت تماما. صافي من بعد غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. غادي نحتاجوا 3 ديال القطع ديال الشوكولاته تكون النوعيه الجيده، كنوضعوها باماغي حتى كتذوب لينا، وكنضيفوا ليها نص كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، كنضيفوه بشكل تدريجي. صافي وكنبقاو نخلطوا. ضفت الدفعه الاولى كنبقاو كنخلط ومن بعد كنضيفوا النصف المتبقي من الحليب وكنخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد الصلصه اللي كتكون رائعه وكتكون عاقده، صلصه ديال الشوكولاته كما كتشوفوا. من بعد ما كتكون الطبقه الثانيه ديالنا بردت مباشره كنصبوا هذا الخليط هذا وكنحاولوا نوزعوه على هذا السطح ديال هاد الكيك هذه. من بعد كندخلوا للثلاجه لمده ديال 10 دقائق حتى كتبرد لينا. هنا من بعد ما بردت حيدناها من المول وكناخذوا هاد الشوكولا فيرميسيل وكنزينوه بهذه الطريقه هذه. فهي طريقه سهله البنات وكتعطي واحد المنظر رائع لهاد الكيك هذه، كتجي خطيره يا البنات رائعه. الا ما متوفرش عندكم هاد الشوكولا فيرميسيل تقدروا تخليوها غير هكاك، فكتجي هائله في المنظر ديالها، كيبانوا فيها دوك الطبقات فكتجي غزاله. فهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه ديالنا اولا ديال الكيك، كتجي غزاله. هنا غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي كريميه وكتجي هشيشه يا البنات، صراحه كتحمر الوجه. تقدروا تحضروها للضيوف ديالكم ولا الاطفال ديالكم ولا نتوما تحضروها للكوتي، كتجي غزاله يا البنات رائعه. فشوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي هشيشه ومعلقه. صراحه انا متاكده غادي تنجح معكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم من اول مره غادي تجربوها. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.